ورحمة الله وبركاته. حبيتي أينما كنتم حياكم الله وطيب الله أوقاتكم في كل خير وبركة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أكو فد معلومة يعني أو فشيء خطر في بالي عن طريق الصدفة أيضا صادفني هذا الموضوع، أنه الكثير الآن مثلا يشوف مرات بعض الشباب يعني أخوتنا وأولادنا تشوفهم مثل ما يصلي لا يصوم 24 ساعة قاضيها مثل ما نقول احنا بلهجتنا طربقة وعربدة. فبعد فترة تتفاجأ بهذا الشخص قام يصلي وقام يصوم وابتعد عن كثير من الأمور، زين، يعني التوافد إلى المقاهي المشبوهة وغيرها وغيرها إلى آخره. بعدين ترك الصلاة مرة ثانية، فترجع تسأله تقول له ايش عجب ليش شنو السبب؟ حرامات، انت صليت وقمت تصوم وقمت تحضر مجالس وقمت كذا وبعدين تركت. فيكون جوابه هو بسبب الناس، هو بسبب أصدقائه اللي كان يمشوا وياهم أو اللي بالمنطقة. يعني قمت تصلي قمت تصوم لك نسيت، تتذكر من كذا وكذا، تتذكر من رحنا كذا، تتذكر انت هيك، تتذكر. حتى الناس المؤمنين كذلك نفس الكلام، يقومون يعايرونه، تتذكر عم انت شو تصلي بعد شو تصوم؟ انت صار لك هلقد سنه ما مصلي، انت صار لك ما ادري ايش. فيقومون يذمون به، زين، ويعايرون به الى ان هو بعد حتى الصلاه يكرهها ويقطع الصلاه نهائيا نهائيا نهائيا. وهذا الاثم راح انتم والذنب تتحملونه اللي كلمتوا هذا الكلام وياه. بالعكس انت هذا شجعه، نصحه، عاشت ايدك، عافيه، هلا بيك، تعال، الله هيك يقول، الله هيك يقول، سولف له بعض الاحاديث بعض الروايات، زين. ما تريد تشجعه، سده واسكت، لا تظل الذم لا تظل كذا، وبعدين وبالتالي يكون المصير هو يقطع الصلاه، وهذا برقبتك انت اللي كنت اول واحد بالسبب. تحياتي لكم.